مساء الخير، مساء النور، إن شاء الله يا ربي يلقاكم الفيديو تاع اليوم بأحسن الأحوال. طليت عليكم فيديو جديد ووصفة جديدة دي ميني كيك فردية تحبوا ديروهم للفطور ولا تشربوهم قهوة ولا مع لاتاي بزوج حبات بيض فقط. درت لي هاد الكمية. يجيو بنان، يجيو خفاف، يجيو معسلين للقلب، محشيين وبنان بزاف بزاف. ما عليكم غير تبعوا لا فيديو باه تنجح معكم الوصفة. إذا أول مرة تشوفي قناتي نرحب بك غاليتي، باه تنضمي إلى عائلتنا الصغيرة وما تنسايش لايك وتفعيل الجرس باه يوصلكم كل جديد. ونبداو على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. إذا على بركة الله نبداو بالمقادير. شوفوا المقادير متواجدة في كل منزل، يعني هذا الكاطو ما يحتاج حاجة كبيرة. بزوج حبات بيضة راح ديروا كونتيتي ملبس بها، يعني تخرج لكم واحد 15 حبة. عندي هنايا زوج حبات بيض يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، ضفت عليهم رشة تاع ملح وضفت عليهم كذلك نص كاس تاع سكر عادي يعني، ونخلطو مليح. هنايا بلا ما نساو الفانيليا، درت مغرف صغيره خلطت مليح حتى شفت باللي يعني الكولر هذيك تاع البيضانه تبدلت وجات على هذا الشكل، يعني كريمي على شكل قوام كريمي. وانا جبت نص كاس تاع زيت وراني نضيف فيها على دفوعات. كما نعرفوا الزيت لازم نحطوها غير بشويه، وسكر لازم يعني نخدموه مليح مليح باه الكاطو تاعنا من بعد ما يجيش يابس. اذا راح نكمل نحط الزيت نتاعي مع الخلط المستمر حتى نشوفوا بالقوام تاعنا يكون شويه نوعا ما ثقيل. راح نجيبوا الحليب، والحليب هنا يكون دافي، راح نحط نصف كاس حليب ونكملوا نخلطوا. بالنسبة للكيلة اللي كيلتو بها المرة الأولى ولا الكاس اللي كيلتو به المرة الأولى تكملوا تكيلوا به يعني كل المواد. هنايا عندي زوج مغارف مملوئين تاع الكاكاو، الكاكاو البني حطيتهم وغربلتهم يعني باش ما يبقاوناش هذوك الحبيبات. ونضيفوا عليها ثاني ساشي تاع لاليفور شيميك، يعني خميرة الحلويات بوزن 10 غرام. هنا راح نخلط شويه يعني جست ما يتحل لنا هذاك الكاكاو، ونجيبوا الفارينه تاعنا. بالنسبه للفارينه نحتاجو كاس تاع فارينه. هنايا حطيت الكاس تاع الفارينه بعد ما غربلتها وخلطت، من بعد شفت بلي راهي ناقصه ضفت مغرف تاع فارينه. هنا راح نخلط كلش مع بعض. بالنسبه للنواشف لازم ديما نغربلوهم باه يسهلوا علينا يعني كي نجيو نخلطوهم. حتى نشوفي هنايا راني نشت بلي راهي ناقصه، اللي القوام تاعها ناقص. زدت عفوا مغرف كبيره تاع فرينه وخلط. من بعد نوجد الفرن تاعي يعني نشعله على 180 درجه ولا 170 درجه، يكون ديجا سخون مسبقا. وجبت هاد ليمون اللي يعني كانوا ديجا من قبل عندي ما يلصقوش. نتوما اذا كان شيتوه مجدد وما على بالكمش اذا كان يلصقوا ولا لا، لازم يعني ديروهم بالزبده، تطليوهم بالزبده شويه فارينه وتحطوا يعني الخليط نتاعكم. هنا بالنسبه للكيك تاعنا والليمون تاعنا ما نعمروهمش بزاف، يعني نديروهم غير في النص، لانه من بعد كي ندخلوهم راح يطيبوا لنا، راح يزيدوا يطلعوا. انا راح نكمل نعمر الليمون تاعي كامل، من بعد راح ندخلهم للفرن يطيبوا لي كما قلت لكم على 170 درجه. هذا النوع من الكاتو يحبوا يطيبوا على نار يعني ما تكونش قويه بزاف. من بعد ان شاء الله نشوفوا كيفاش نزينوه. وهنا راح نجيو نوجدو مع بعضنا سيرو اللي فيه كاس نتاع سكر مع زوز كيسان نتاع ماء. راح نحطهم على نار تكون متوسطه، من بعد نخليهم حتى يغليو 10 دقائق، نحسبوا 10 دقائق وننزلوهم. هنا يكون الكيك تاعنا ديجا طاب لنا الكيك تاعنا. وهنايا جبت سيرو هذاك يكون الكيك تاعنا بارد وسيرو سخون. راح نشرب به هذاك الكيك. هنايا ما تكثروش بزاف، يعني ديروا شويه كيما هكا من التحت وخلاص، يعني باه يجيوكم معسلين.
وهنا عندي هاد الكرانجي راح نحشي به لي ميني كيك تاعنا. انايا كيما تعرفوا السيترون يخرج بزاف الكو تاعو مليح مع الشوكولا. تقدروا ثاني في بلاصه هاد الكرانشي تستعملوا شوكولا تاع الطلاء هذيك ولا ماكسون ولا داج. كيما تقدروا ثاني تستعملوا المربى تاع المشمش ولا فراوله ولا اي حاجه يعني. انا راح نحشي الميني كيك تاعنا كامل، من بعد راح نديروا لهم كلاصاج. وهنا جبت شوكولا تاع كلاصاج، اي شوكولا متوفره عندكم. انا استعملت شوكولا تاع الوجدان، ذوبتها في حمام مائي وراني هنا نقلاصي في الحبات نتاعي. هنا راح نكمل الميني كيك تاعنا كامل نقلاصيهم، ومن بعد راح نشوفوهم ان شاء الله في الاخير في صحن التقديم. وكده زين بسيطة راح يعني نزينها بشوية تاع حبات تاع لوز. وهنا راح نقسم معكم حبات، شوفوها كيفاش جات معسلة للقلب، جات خفيفة ومحشية من الداخل. إذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ما عليكم غير تخليوا لي تعليق محفز، وإلى اللقاء في فيديو جديد. سلام.